اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا. يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امين يا رب العالمين. صباح الفل على عيونكم الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، انا معايا النهارده اختراع. هتقول لي اختراع ايه؟ قلت النهارده اليوم لازم اعمل فيه حاجه كده، انتج حاجه تبقى حلوه قوي وتوفر عليا كتير. انا كان عندي قشطه، كنت كل ما اشتري اللبن اشيل الوش بتاعه. شايفين حتى انا فضيت اطباق كتير جدا، كل ما اشيل طبق استانلس بس ما ينفعش يتحط ملامين ولا حاجات من دي في الفريزر، او محطاه في الفريزر. وكذا علبه برضو عندي، كذا اللي هم علب الحلاوه الطحينيه دول. بقيت كل ما اشيل وش اللبن احطه في الفريزر على العلبه لغايه اما العلبه تتملي، واعمل غيرها وغيرها وغيرها هكذا. زي ما انتم شايفين الحله ما شاء الله اتملت معايا قشطه. القشطه دي بقى على جاموسي، شايفين فيها حاجات صفرة خفيفه خالص اهي، اللي هي القشطه الجاموسي. القشطه دي انا مطلعاها على بيات، كانت واخده مكان مني في الفريزر كتير قوي. كنت عايزه اغسل الفريزر برضو، لسه ما غسلتوش، عايزه افضيه شويه بشويه كده الحاجات اللي انا كنت ببقى عيناها عشان اجهزها. فلميت كل القشطه علشان خاطر اعمل بيها سمنه ومرته، او سمنه بلدي يعني، ومرته او عجوزه، احنا عندنا بنسميها عجوزه مش مرته. فهعملها معاكم بطريقه حلوه قوي وسهله قوي. في اليوم ده بقى كانت من اول النهار كده من الصبح، قلت اعمل بقى ايه، شويه بانيه وشويه شيش طاووق اتبلهم واعمل ناجتس وحاجات من دي. رجعت تاني لقيت اليوم طويل عندي جدا وعندي شغل كتير على السطح، فقلت هعمل القشطه والناجتس هعمله معاكم في يوم تاني لوحده. اهم حاجه في القشطه دي يا جماعه ان انتوا تجمدوها في الفريزر. يعني انا بقيت اللي يفيض عندي ما اسيبوش في التلاجة، احطه في الفريزر لغايه اما اكمل الكميه اللي انا عايزاها. انا خلصت الكميه القشطه اللي انا عايزاها اهي، هحط عليها ملح بس بقلل الملح. ما شاء الله المرته بتاعتها طعمها حلو قوي، وملحها هادي خالص، على قد ما تقدري هدي الملح. وبعدين هحطها بقى على البوتاجاز على عين هاديه خالص، لان اول ما بتغلي بتفور عشان فيها نسبه من اللبن. فهدي عليها خالص واسيبها مع نفسها كده تستوي. شايفين ادي القشطه بتاعتنا اهي، تحس ان هي سايله شويه، انا ما قلبتهاش وما عملتهاش زبده. ليه؟ لان انا عايزه كميه مرته كويسه، لان ولادي بيحبوا المرته. وهغمق المرته لان السمنه دي هعينها ان شاء الله لغايه اما اخلص اللي عندي. انا في الشتاء، في اول الشتاء كده عملت معاكم القشطه اللي انا كنت لماها من الجبنه اللي انا عملتها معاكم. يعني انا ما بشتريش الحمد لله جبنه، انا هشتري معاكم بشتري اللبن وبعمل قشطه وبعمل جبنه في البيت. فبقيت الم القشطه زي ما انتم شايفين. هعمل بقى ايه؟ تعالوا نشوف بقى يومنا النهارده هنعمل فيه ايه. طبعا كل المواعين دي بعد ما فضيت لما انا اكل الفطار وولعت على القشطه بتاعتي. وادي المواعين بتاعتنا اهي، بتاعه التفضيه وبتاعه الفطار. ادي شايفين القشطه اتحولت لسمنه بلدي معايا محترمه، والوش ده هتشيليه يبقى زي المورته كده، بيبقى مالح شويه بس طعمه بيبقى حلو قوي. وادي السمنه عامله زي الدهب، زي الدهب بالظبط. شايفين كميتها قلت قد ايه اهي. انا هشيل بقى الوش بتاع السمنه ده اللي هو عامل زي المرته كده، وهحطه في طبق وهناكله في ساعتها وهو سخن كده. وهطفي البوتاجاز على السمنه واسيبها مع نفسها خالص لغايه اما تهدى عشان اعبيها في برطمانات. اهم حاجه في السمنه يا جماعه، عايزه نار هاديه وعايزه تقليب كل شويه. انا محمره المرته شويه علشان خاطر المرته زي ما قلت لكم كل ما تغمق كل ما السمنه تعيش معاكي. لو طلعتيها فاتحه السمنه هتبقى لسه طريه معاكي، ممكن تغضر وتبوظ منك. فاحسن سمنه تاخديها من المرته الغامقه. شايفين انا بشيل بشويش خالص اهو، حتى لو فيها سمنه ولادي اللي هياكلوها فهتبقى صحيه ليهم اكتر. حلو قوي السمنه دي في الحلويات الشرقي، وكمان في المعجنات وفي البيض وفي الفطار وفي الاكل ده كله بتبقى حلوه وصحيه جدا. طبعا ما هيش مهدرجه ولا فيها زيوت مهدرجه، دي صحيه جدا 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 كمان. شايفين المرته لونها غامق اهو. فانا طفيت عليها وسبتها تهدى خالص، وتعالوا نشوف هنطبخ ايه. كان عندي بقى ديك على السطح كده عمال ايه هبطان كده بيقول لي ايه اذبحيني لحسن اموت. قمت دبحها على طول ونضفته في ساعتها ونقعته بليمون وملح وطماطم. وقلت بقى اطبخه للولاد كده. عملت معاه خضار مشكل. طبعا انتوا عارفين ازاي نشوح الفراخ، طبعا ما انتوش تايهين عن الحاجات دي خالص، انتوا شاطرين وما شاء الله.
هسيبها تتشوح كويس جدا، وانا مطلعه في نفس الوقت معلقه علبه صغيره كده صلصه عشان اعمل مكرونه. وكمان مطلعه كيس خضار مشكل، بس ما كانش فيه بروكلي، عامله كيس لوحده كده بروكلي، كنت سافرت بعدها جبت بروكلي مش مع الخضار المشكل، فعملته في كيس، وقلت كل ما اجي اطبخ كيس خضار اطلع جزء من البروكلي اطبخه معاه. البروكلي ده صحي جدا وفي نسبه من الحديد محترمه يعني، فحاولي تدخليه لولادك في الاكل. ده كيس الخضار المشكل، حاطه فيه فاصوليا، وحاطه عليه كوسه وجزر وبطاطس وكمان بسله، زي ما انتم شايفين مشكل تشكيله محترمه. ادي حبايه قطعتين البروكلي اهم، هخرطهم عليهم كده عشان يبقوا مع الخضار بتاعي المشكل. ممكن تعملي الخضار ده تغليه على النار بمغرفتين شوربه وبالهنا والشفا، يبقى خضار مشكل. شايفين حتى الحوامل بتاع البوتاجاز على تنظيف الفراخ اهو، لسه عم اخلص خالص نقوم غاسلين البوتاجاز. هنزل بقى بعد ما الفراخ اتشوحت بميه كده، انا والله بنزل من ميه من الفلتر مش مغليه ولا حاجه، وهدي لها تقليبه وهسيبها. حطيت قرن الفلفل في اي حاجه بعملها بشوربه، ليه؟ قرن الفلفل بيدي ريحه حلوه قوي للشوربه وبيدي لها نكهه جميله جدا. انا طبعا نسيت احط طماطم وهي بتتشوح، فمسكتها كده دعكتها بايدي زي ما انتم شايفين. كده يبقى تمام الشوربه معايا. هشوف بقى ما تغلي هشوف الريم بتاعها، وهنعبي مع بعض المرته بتاعتنا او العجوزه بتاعتنا. انا بحمر بصله مع تومه كده اهو عشان احط عليها الصلصه بتاعتي تتسبك، عشان هطبخ منها المكرونه وهطبخ منها الخضار المشكل. طبعا العلبه اللي معايا دي هحط فيها شويه ميه وهضيفها، هتلاقي الصلصه كترت اهي كمان. البهارات بقى اللي بحطيها على الصلصه هي البهارات اللي في كل بيت، كمون، كزبره، فلفل اسمر، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وطبعا ذره سكر وذره ملح عشان نعادل الطعم بتاعها. وادي الكزبره، طبعا انا خرطت قرن شطه صغير خالص مع البصله عشان يدي طعم فيه حراره هاديه كده مش عاليه قوي. كده تمام قوي، هسيبها مع نفسها بقى تغلي. يبقى انا كده شغال غسلت الرز والفراخ اشتغلت النار عليها بتشرب الميه، اما تغلي على طول اشيل الريم بتاعها. ادي السكر اللي انا حطيته اهو، وجهزت كل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو، ويا ريت اشتراك علشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ادي السمنه البلدي بتاعتي ما شاء الله، عبيت برطمان وهنعبي البرطمان التاني. شايفين المرته تحت غامقه ازاي؟ ما تقلقيش خالص من الغمقان ده، الغمقان ده معنى كده ان السمنه بتاعتك هتعيش قوي، هتعيش كتير قوي عندك. لو حتى سنه، من سنه للسنه انا ما بحطهاش في التلاجة، انا بعينها في ظرفه المطبخ كده واستخدم منها. يعني انا كنت عامله في الشتاء سمنه هبدا اشتغل منها، لان كان عندي سمنه قبلها. ما بشتريش سمنه هولندي خالص غير للقرص والكماج، غير كده ما بشتريهاش. ادي كميه السمنه اللي طلعت معايا ما شاء الله، برطمانين اكتر من 3 ترطال او 3 ترطال ونص، ما حسبتهمش يعني، وممكن يبقوا 4 كمان. ومن البيت ومن حاجات بسيطه، كل ما اجيب لبن اشتري لبن احط اغليه واحطه في التلاجة، واخد القشطه بتاعته اعينها في الفريزر. ادي كميه المرته اللي طلعت معايا، وطبعا ولادي كلوا منها ما شاء الله، هما بيستنوها يعني من السنه للسنه المرته دي. وولادي بقى كلوا الوش بتاع المرته بتاع السمنه البلدي، هحط لهم حته هي تعملوا سندوتشات وبالهنا والشفا. كده خلصنا اول وصفه معانا اللي هي وصفه السمنه البلدي، من حاجه بسيطه خالص، شويه لبن حولناهم لسمنه بلدي، وسمنه بلدي 100% كمان، مش زي اللي بتشترى كمان. تعالوا نشوف بقى هنطبخ ايه ونجهز ايه. اول حاجه الصلصه بدات تغلي معايا اهي، والشوربه طبعا لسه كمان الريم بتاعها ما طلعش. على فكره انا عبيت السمنه بمغرفه صغيره كده علشان خاطر لو عبيتها بالحله بتقع على الارض، بتقع على الرخامه يعني. ما شاء الله الصلصه لونها حلو. انا حطيت عليها معلقه من البابريكا. وادي الخضار المشكل، هحاول انقص شويه عليه واسيبه يغلي شويه. الخضار ده انا مفرزاه بلونه الاخضر الجميل ده، عملته بطريقه سهله قوي. ارجعوا للقناه لو حابين اعملها لكم في فيديو منفصل، او احط لكم اللينك في اول تعليق مثبت لو حابين. ما شاء الله بيفضل عندي من سنه للسنه. وعندي بسله من سنتين والله بستخدم منها زي الطازه بالظبط، لان السنه اللي فاتت البسله كانت غاليه جدا. فالحاجة ما يبقى موسمها حلو ورخيصة هاتي منها وفرزي، بس فرزيها بالطريقة الصحيحة، لا تغير طعمها ولا تغير لونها كمان. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنبدأ نحمر بقى، خلاص خلصت طبيخ، والشوربة ما شاء الله زي السكر. وحطيت بقى الفراخ احمرها اهي، وهعمل لهم شوية فتة بقى او تسقية، عندنا بنقول عليها تسقية. شايفين الشوربة زي الكهرمان ازاي؟ والمكرونة خلاص، وكمان الخضار خلاص جهز معايا. عايزه اوريكم الخضار ما شاء الله عسل عسل عسل.
هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هخلص تحمير واعمل التسقية او الفتة. يعني انا طبخت الرز كمان اهي. قطعنا رغيفين عيش وهبدأ اديلهم تشويحة كده، قرمشة خفيفة يعني، واضيف عليهم مغرفة من الصلصة ومغرفة من الشوربة. هي دي اللي كنا بنعملها زمان، اللي ام ربنا يديلها الصحة كانت بتعملها لنا زمان يوم ما تحمر فراخ. لو هتحط في الفرن ما بتعملهاش، انما لو هتحمر في الزيت اللي بتبقى من التحمير بتحط فيه العيش زي ما انتم شايفين كده بدأ يغير لونه ويقرمش اهو. بتحط فيه في الزيت العيش ده بحطه في نص السفرة كده، للي بيعوز ياخد بياخد معلقة على طبقه. شايفين ما شاء الله اهو. هنضيف بقى مغرفة من الشوربة ومغرفة من الخضار المشكل. طبعا انا بستخدم المغرفة الصغننة خالص دي بتاع اللبن لاني كسلت اجيب الكبيرة، قلت بقى إيه اللي انا عاملة بها السمنة عشان الاكل يبقى متطعم بسمنة بلدي كده. شوفوا اهو، حط شوربة كمان عليها اهو. ما بخليهاش عجينة، بحبها يبقى فيها قرمشة. يعني بديلها تقليبة كده وبطفي عليها على طول. في ناس بتهدي عليها النار وتسوي فيها على البوتاجاز فترة كبيرة يعني، بس انا مش بشجع كده يعني. كده خلاص سفرتنا جاهزة. وتعالوا نشوف عملنا ايه النهاردة. طبخنا طبعا خضار مشكل ومكرونة، وعملنا فتة وحمرت الفراخ وادي الرز الجميل، وعملنا سمنة بلدي. اتمنى حلقة النهاردة تعجبكم. لايكات كتير بالله عليكم، واللي مشتركش في القناة يشترك ويوصلني ل100,000 مشترك. الى اللقاء في الحلقة الجاية. احلى عيلة في الدنيا.